الشتا دخل، اول حاجة هنفكر فيها هي شوربة العدس. على طول هنعمل النهاردة احلى شوربة عدس ممكن تاكلوها باسهل طريقة ممكن تتخيلوها. عدس مصري اصيل مفهوش اي افتكاسات ولا بهارات كتير. قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. معانا بصلايه مقطعاها مكعبات، جزرايه برضو مقطعاها كده مكعبات، وطماطمايه مقطعاها مكعبات. انا مش عامله غير ربع كيلو عدس، عملت حبه صغيرين كده على قدنا. اول حاجه هننزل بيها هنجيب حله نحط فيها معلقتين من الزيت ونشوح البصل اول حاجه خالص لحد ما يدبل معانا نهائي، يعني هنفضل نقلب فيه لحد ما يتشوح معانا كده ويدبل. اول ما يحصل كده هننزل بباقي المكونات معانا، الطماطم والجزر. انا عامله بطريقه بسيطه جدا، مش عامله اي افتكاسات، ودي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها العدس، ما اخدش مني 10 دقايق سوا على النار حتى. اول ما الخضار عندي كله يدبل هنجيب العدس نغسله كويس قوي ونصفيه من الميه، هنزل بالعدس على الخضار بتاعنا وهنقلبه كويس جدا. هياخد كده تشويحه على النار، ونزلت بمعلقه من الملح. طبعا الملح ده على حسب ما انتوا بتدوقوا وعلى حسب ما انتوا بتحبوا الملح كتير ولا قليل. انا نزلت معلقه كبيره، انا ما حطيتش اي بهارات تانية غير كمون وكزبره قدام. هنجيب ميه مغليه حاطينها يعني مسخنينها في الكاتل او على النار، واول ما ننزل الميه هنقلبه كده تقلبتين ونغطي عليه ونسيبه يغلي كده مع نفسه لحد ما الخضار والعدس كله يستوي، حوالي مثلا 5 دقايق. اول بس كده كده الميه اصلا مغليه، يعني احنا بس هنخليه يغلي كده مع نفسه. في ريمه بتطلع كده هنشيلها، وبرضو هفضل اقلب فيه. اول ما يبقى معايا كده بالمنظر ده هنجيب الهاند بلندر نخلط كل الحاجات دي كويس قوي ونفرمها. مفيش الهاند بلندر الخلاط، انا عن نفسي كنت بعملها في الخلاط قبل ما اجيب الهاند بلندر عادي جدا. بالخلاط الهاند بلندر الاتنين حلوين، وفرمناهم كويس قوي. طبعا هنجهز الشعريه معانا، انا جبت كوبايه من الشعريه بالظبط، وهنشوحها على النار لحد ما تصفر كده وتدينا اللون الحلو. بصوا شايفين قوام العدس عامل ازاي، وهنقلبها كويس قوي اوعى تتحرق منكم. اول ما تحمر معانا تبقى بالمنظر دوت هنزل على طول بالعدس بتاعنا. والعدس بينزل كده ما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتحبوا العدس اصلا ولا لا. هنفضل نقلب كويس قوي. نزلت بمعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره، ما حطيتش اي بهارات تاني. طبعا انت حابه تحطي بهارات من عندك حطي، بس عامه العدس حلاوته في ان انت ما تحطيش ولا بهارات كتير ولا اي حاجه، كفايه الحاجات اللي هو بيحبها، الثوم والشعريه. هنجيب طاسة على النار ونحط فيها معلقتين من الثوم وحبة زيت، واول ما تصفر معانا هننزل بالثوم على العدس ونقلب. وكده انا خلصت العدس، ادينا له كده تقليبه لحد ما الشعريه استوت. خلاص على كده بصوا شايفين القوام والجمال عامل ازاي، ريحته كانت جايبه اخر الشارع. اكله حلوه قوي خصوصا في البرد اللي احنا فيه ده. ممكن بقى نحمص جنبه عيش، ممكن زي ما انا عملت كده حبه بصل وطماطم وفلفل. بجد كان طعمه حلو قوي قوي قوي. حبيت ادوق بقى الكلام الجميل دوت، عملت ودن قطه كده وكلت، كان طعمه بجد في حته تانية. هتلاقوني هنا بقول جميل بس هو فعلا كان طعمه حلو قوي. خدت حته بصلايه بقى وطماطمايه معاهم وفلفل، تحفه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه فيه، ولما تعملوه تقولوا لي رايكم برضو. باي باي.